أهلا وسهلا بيكم في قناة كلمات. هنقدم لكم النهاردة ملخص لرواية الحب في زمن الكوليرا، وهي من أشهر روايات غابرييل غارسيا ماركيز، واللي بتعتبر من أفضل رواياته. تم نشرها سنة 1985. بتدور أحداث الرواية حوالين قصة حب قوية بين شاب اسمه فلورنتينو وشابة في غاية الجمال والروعة اسمها فيرمينا، واللي كانوا في سن المراهقة وتعاهدوا على الجواز وعلى الإخلاص لبعضهم طول حياتهم. وفضل الحب ده قوي وثابت لحد ما وصلوا سن 70. وفي خلال المدة دي بتمر البلاد بالكثير من الأحداث، زي الحروب الأهلية في منطقة الكاريبي، والحروب اللي مرت في العالم، والمجاعات والأمراض اللي انتشرت في البلاد. تشاء الأقدار إنهم يتفرقوا عن بعض، فتتجوز الفتاة من طبيب من الطبقة الراقية. ما كانش قدام فلورنتينو ساعتها غير إنه يعاهد نفسه بإنه يكون في يوم من الأيام شخص مرموق في المجتمع وصاحب ثروة، عشان يليق بالفتاة اللي حلف على حبها والإخلاص ليها طول عمره. فاشتغل بكل جد عشان يوصل لهدفه ويتجوز من حبيبته اللي فضل يحبها لمدة 50 سنة. وبعد ما مات جوزها الطبيب، واللي كان حاجز قدام فلورنتينو عشان يحقق حلمه، ما استناش، فراح لها وطلب منها الجواز في نفس يوم وفاة جوزها. لكنها اتضايقت جدا ورفضت طلبه وطردته من بيتها. وبالرغم من رفضها ليه، إلا إن فلورنتينو ما فقدش الأمل، وبعدها بأيام قليلة بدأ يبعت لها في جوابات كتير يكلمها فيها عن الحياة والشيخوخة وعن الجواز. الجوابات دي أثرت في نفس فيرمينا، ووافقت إنها تبدأ معاه علاقة، لكن كأصدقاء بس. فكانوا بيتبادلوا أطراف الحديث ويتكلموا في أمور الحياة. لكن فلورنتينو ما كانش شايف فيها غير الحبيبة، لأنه كان بيحبها بكل كيانه، وحبه ليها ما تغيرش بالرغم من تقدمها في السن وتغير ملامح شكلها لأنها وصلت سن 70. قبل ابنها العلاقة دي وشجعها إنها تتقرب من فلورنتينو، لأنه شاف إن العلاقة دي هتخرج أمه من عزلتها. لكن بنتها رفضت العلاقة وقالت إن الحب في العمر ده مش حقيقي. وبعد جدال طويل طردت فيرمينا بنتها من البيت. طلب فلورنتينو من فيرمينا إنها تطلع معاه في نزهة فوق ظهر سفينة، وده اللي عطاهم فرصة يتقربوا فيها لبعض أكتر. فاكتشفت فيرمينا إنها لسه بتحب فلورنتينو، وإن لسه جواها مشاعر ليه، بعد ما كانت فاكرة إن الحب في العمر ده اختفى. وفي خلال رحلتهم بيظهر وباء الكوليرا، فلقى فلورنتينو فرصته اللي هتخليه يفضل مع حبيبته مدة أطول. فأشاع إن الوباء انتشر على ظهر السفينة، ورفعت السفينة علم الوباء الأصفر. أعلنت السلطات الحجر على السفينة، وفضلت رحلتهم في النهر. فما كانتش السفينة بتقف إلا لما تحط وقود. وبتنتهي الرواية بسؤال: لحد إمتى هتفضل السفينة رايحة جاية في النهر؟ فكانت الإجابة على لسان فلورنتينو: مدى الحياة. وإلى اللقاء في رواية أخرى.